بنهنئ العاملين في مجال الغذاء والتصدير واستلام الأغذية بتفعيل أول برنامج خاص بمصروفات في كلية الزراعة جامعة سوهاج، ألا وهو سلامة وجودة تصنيع الأغذية على مستوى جامعات الصعيد من أول جامعة المنيا وحتى جامعة أسوان. البرنامج الوحيد الخاص بسلامة وجودة تصنيع الأغذية هو موجود في كلية الزراعة جامعة سوهاج، وده ماجستير مهني بمصروفات خاص بجامعة سوهاج. رفع مهارات الحاصلين على الماجستير المهني في مجال سلامة وجودة الغذاء ده هنا بيؤدي إلى أمن الغذاء وزيادة مهارات العاملين في المصانع وتقديم الغذاء واستلامه وتصديره. بندعو خريجين الكليات العملية، كليات الزراعة ومعاهد الزراعة العليا وكليات العلوم وكليات الصيدلة وكليات الطب البيطري وكل الكليات العلمية للالتحاق ببرنامج سلامة وجودة تصنيع الأغذية كبرنامج خاص بمصروفات، وده ماجستير مهني، أول ماجستير مهني موجود في جامعة سوهاج خاص بجودة وسلامة الغذاء. بفضل الله تعالى ربنا أكرمنا بالموافقة على أول برنامج لسلامة الغذاء كدراسات عليا في جامعات الصعيد من بني سويف حتى أسوان. فدي كان السبق لجامعة سوهاج في جامعات الصعيد للموافقة على هذا البرنامج بعد مجهود حوالي 3 سنوات. البرنامج ده بيستهدف جميع خريجي كليات الزراعة، كليات الطب البيطري، كلية الصيدلة، كليات المتعاملة سياحة وفنادق، تربية نوعية، اقتصاد منزلي. أي حد بيتعامل مع الأغذية من حقه يقدم في البرنامج ده بأي تقدير حق ليه التقديم للبرنامج ده. البرنامج عبارة عن عامين دراسيين ب4 فصل دراسي بنظام الساعات المعتمدة. هو برنامج خاص بمصروفات. البرنامج ده الهدف الأسمى بتاعه أنه بيتفق مع رؤية مصر 2030 اللي هي إنتاج غذاء آمن للمحافظة على صحة المصريين، بحيث أضمن من المزرعة إنتاج غذاء آمن حتى المائدة بالنسبة للمصريين. الجزء الثاني إن توجه الدول المحيطة في دول الخليج أو الدول العربية، الدول الأوروبية، بحكم موقع مصر المتميز في إنتاج محاصيل زي التمور والعنب والبصل وبعض الخضروات. فده كل الدول دي بتشترط اشتراطات معينة خاصة بسلامة الغذاء. فوجود برنامج بالطبيعة دي بيأهل المتعاملين مع الأغذية بداية من الإنتاج والتداول والتصنيع حتى التقديم الغذاء، سواء في المنشآت السياحية، سواء تصدير، سواء في على أي حد بيتعامل مع الغذاء. البرنامج ده بيساعد ويأهل المهارات الجديدة في عملية التفتيش الغذائي أو الرقابة الغذائية حتى ضمان إنتاج غذاء آمن. الحقيقة كانت فكرة الماجستير المهني هنا اللي شجعها دكتور أبو الحمد، احنا انبسطنا بيها جدا وكنا مبسوطين احنا بنقدم، والحقيقة هي فكرة حلوة جدا. وكمجال دراسة علوم الأغذية والماجستير المهني ده وسع مدارك كتير في مجال الشغل بره وفهمنا حاجات كتيرة قوي. مؤلم بادر حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق وشغال في النشاط السياحي أو في المجال السياحي بأدق. يعني أنا شغال شيف في أحد الفنادق السياحية، ولما سمعت على البرنامج اتبسطت طبعا وقدمت فيه على اساس ان كشيف انصح اصحابي واصدقائي الشيفات يكون عندهم خبره ودرايه عن الهسب وعن كل ما يخص برنامج الماجستير، وكمان نقدر كشيفات عرب ومصريين ننافس الشيفات الاجانب، بنقدم اكل صحي وبجوده عاليه. التحقت بالبرنامج عشان الدوله دلوقتي مهتمه قوي بسلامه الاغذيه في المصانع، وان يكون الشغل طالع على اكمل وجه، واهم حاجه سلامه الغذاء بالنسبه للمواطن. فهندخل دلوقتي كل اللي جاي في المصانع الجديده سلامه الغذاء اولا، فكان لازم يعني التحق بحاجه تفيدني في شغلي وبيكون عندي ليها باك جراوند كويس. فالحمد لله ان في سوهاج اتفتح سلامه الغذاء بدل ما نسافر وكده. كانت الفكرة التقليدية الأولى هي تفتيش على المصنع فقط، ولا يجب ولا يتم النظر فيما هو قبل المصنع، لكن في ماجستير سلامة الغذاء يعلمك ويضربك ازاي ان انت تبص على المنتج قبل المصنع، وتبص على المنتج اثناء التربة، وتبص على المنتج ومعاملة الفلاح ليه. انا التحقت بالبرنامج هنا علشان هيفيدني في مجال شغلي،
وكمان انا دراستي كانت عن الميكروبيولوجي وامراض نبات، بتتكلم عن ميكروبات وكده، برضو فيها انواع البكتيريا الموجوده في الغذاء. فحبيت اني اعمل ميكس بين دراستي ومجال شغلي. حمدي خلف محمد مصطفى، اخصائي تكنولوجيا الاداره الصحيه وتقنيات المعلومات الاداريه، خريج علوم صحيه 2017. اتحصلت بالبرنامج الماجستير مهني جوده وسلامه التغذيه عشان خاطر يعني اترقى في وظيفتي وعشان خاطر الاقي فرصه عمل حلوه برا يعني كده.